مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. حاكم إقليم القاشبركة يلتقي سكان لقعنسبة. هطول أمطار مصحوبة بالرياح والثلوج في الإقليم الأوسط وإقليم القاشبركة. الناتو يتعهد بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وبوتين يستنكر طموحات الحلف. انتهاء مفاوضات إحياء الاتفاق النووي دون إحراز تقدم. وتركيا تقترب من الحصول على مقاتلات F-16 حديثة من أمريكا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 3 مواطنين من قجرة وسرجغة وميجهوت بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 4 من مرضى الوباء في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9799، شفي منهم 9683 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال يتلقى 13 من مرضى الوباء الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 3 من يونيو 2022. التقى حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي في 25 من يونيو ممثلي سكان 13 الضاحية بمديرية لقعنسبة، وكذا مؤسسات الحكومة والجبهة والاتحادات الوطنية الموجودة في المديرية. وأوضح السفير محمود في اللقاء أهمية معرفة ومتابعة الشعب بوعي التطورات في المنطقة والعدائيات، مؤكدا بأن العمل بقوة لإنجاح أولويات برامج التصدي والتنمية من مهام المرحلة الراهنة. ودعا مدراء الضواحي ولجان القرى والجهات الحكومية على العمل لتأمين خدمات فاعلة وتمهيد الأرضية لمساعدة أسر الأفراد المتواجدين في الدفاع عن الوطن، وترسيخ برامج التعبئة كضرورة مرحلية. من جانبه أوضح مدير مديرية لقعنسبة سيد إبراهيم حقوس بأن فهم الأوضاع الراهنة جيد وأساسي لإنجاح تنفيذ البرامج الموضوعة، وأكد المجتمعون على المساهمة بدورهم للدفاع عن الوطن وإنجاح برامج التنمية ورعاية المحتاجين وحل أوجه القصور التي تظهر بين الحين والآخر. هذا وتفقد حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي مشروع المياه الجديد الذي يجرى إرساؤه في دبري، وتنمية البساتين والحواجز المائية في عدن أمن، والسد الذي يشيد في مدمار. أفاد مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط بأن نسبة الشفاء من مرض السل في الإقليم بلغت أكثر من 90%. وقالت منسقة برامج مكافحة السل الممرضة ناتس النت قبر يوحنس شفاء أكثر من 90% من المرضى الذين تناولوا الدواء كما ينبغي. وذكرت بأن السل يصيب الرئة بنسبة 80% وباقي أجزاء الجسم بنسبة 20%، وهو مرض قاتل ومعدي. وأوضحت بأن الجهود تبذل لمكافحة المرض واستئصاله لجعل إريتريا خالية من المرض وتأثيره، وأن أسلوب العلاج المعروف بالدوتس أي استراتيجية منظمة الصحة العالمية في السيطرة الموصى بها على مرض السل، والذي بدأ العمل به عام 1997، أدخل إلى جميع المديريات في وقت قصير وحقق نتائج مرضية. وأشارت إلى وجود حوالي 69 من وكلاء الصحة في مديريات سرجغة وقال نفحي وبريخ لتنفيذ البرنامج بفعالية، داعية المواطنين للتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية في حال ظهور أعراض المرض. هطلت أمطار مصحوبة بالرياح القوية والثلوج في مديرية شامبوق وفي إقليم القاشبركة ومديرية قال نفحي في الإقليم الأوسط، وضرت بالأرواح والمزارع والممتلكات. وجرفت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح والثلوج في مديرية شامبوق عامة وبلدة شامبوق خاصة يوم 25 من يونيو امرأة وعدد من الأبقار والأقنام والماعز، ودفنت مزارع في مساحة 30 هكتارا ومحركات ضخ وآبار. وبلغ معدل هطول الأمطار في يوم واحد أكثر من 63 ملم، كما جرفت أشجار كبيرة بينها أشجار الدوم. ولقي شخص واحد مصرعه جراء سقوط صاعقة في الدسي في مديرية بارونتو. ونفقت أعداد كبيرة من المواشي، ولحقت أضرار بالمنازل والفصول الدراسية جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في 17 من يونيو.
وألحقت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالثلوج التي هطلت في 29 من يونيو في مديرية قالا نفحي ألحقت أضرارا بسد عد حوشة، بالإضافة إلى أضرار في خطوط الكهرباء والمنازل. كما اقتلعت الأمطار الغزيرة ألواح الزنك من كنيسة القديس ستيفانوس في ضاحية الهمزة. تبرع الإريتريون المقيمون في المدن الأمريكية ب 110,592 دولار لصندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء، وذلك بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. في هذا الإطار تبرع الإريتريون في لاس فيغاس ب 36,230 دولار، ومينابوليس مينيسوتا ب 21,556 دولار. وفي شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية تبرع الإريتريون في بوسطن ب 25,348 دولار، ونيويورك ب 13,563 دولار، وراتشستر ب 2,255 دولار، وبافالو ب 3,140 دولار، وفيلادلفيا ب 6,500 دولار، وهارسبرغ ب 2,000 دولار، أي ما مجموعه 52,806 دولار. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. وعد حلف شمال الأطلسي الذي تتم أعماله اليوم الخميس بمدريد بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة أمام وحشية روسيا، فيما عززت كل من بريطانيا والولايات المتحدة على هامش القمة دعمها العسكري والاقتصادي لكييف. وقال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن قادة الناتو اتفقوا على اعتبار روسيا أكبر تهديد للحلف، موضحا بأن قادة الناتو اتفقوا على تغيير المفاهيم الاستراتيجية لحلف الناتو. وأضاف أمين عام حلف الناتو أن قادة الناتو قرروا زيادة الإنفاق الدفاعي وإعادة موضع القوات والمعدات، مؤكدا بأن أوكرانيا تعتمد على دعم الناتو وسنقدم لها مساعدات شاملة. من جهته استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى تركمانستان استنكر الطموحات الإمبريالية لحلف شمال الأطلسي، متهما التحالف العسكري الغربي بالسعي لتأكيد هيمنته من خلال النزاع الأوكراني. وقال بوتين أن موسكو سترد بالمثل إذا أقام الحلف بنية تحتية في فنلندا والسويد بعد انضمامهما إلى التحالف العسكري الذي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. أكدت واشنطن والاتحاد الأوروبي انتهاء جولة المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية التي عقدت في الدوحة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 دون إحراز تقدم. وعقدت المفاوضات التي جرت بمبادرة من الاتحاد الأوروبي سعيا للخروج من المأزق الذي آلت إليه جولات المحادثات التي عقدت على مدى 11 شهرا وتوقفت في مارس الماضي. وكان منسق شؤون المفاوضات الأوروبي أنريكي مورا الوسيط في هذه الجولة، في حين جلس كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري والمبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران روبرت مالي في غرفتين منفصلتين. ونقل عن مسؤول أمريكي قوله أن جولة المفاوضات غير المباشرة في الدوحة لم تحرز تقدما، وأن الإيرانيين أثاروا قضايا قديمة تمت تسويتها وقضايا أخرى جديدة لا علاقة لها بالاتفاق النووي. عبرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمها لصفقة محتملة لبيع طائرات أمريكية من طراز F-16 إلى تركيا بعد يوم من رفع أنقرة حق النقد الفيتو عن عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي الناتو. وقالت سيليست والندر مساعدة وزيرة الدفاع لشؤون الأمن الدولي للصحفيين أن تعزيز القدرات الدفاعية التركية تعزيز لدفاعات الأطلسي. وأضافت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم تحديث تركيا لأسطولها من الطائرات المقاتلة، لأن في ذلك إسهاما في أمن الأطلسي وبالتالي الأمن الأمريكي. وكان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم جالان قال أن أولوية بلاده مع الولايات المتحدة هي البقاء في مشروع مقاتلات F-35، لكنها قد تعوضها بخيار آخر إذا لم تتمكن من حل الخلاف الراهن. هذا وقد توترت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأنقرة بسبب نظام الدفاع الجوي S-400 الذي اشترته الأخيرة من روسيا، فأردت واشنطن باستبعاد تركيا من برنامج مقاتلات F-35. في الخبر الأخير، أعلنت السلطات في النمسا حالة الطوارئ المدنية في البلاد بعد انعزال عدد من القرى بولاية كاريثا بجنوب البلاد جراء الانهيارات الطينية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
وذكر الشبكة أخبارية أن السلطات طالبت المواطنين باللجوء إلى الأدوار العليا من منازلهم، مضيفة أنه تم إنقاذ عدد من المواطنين جوا بعدما احتجزوا داخل منازلهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية. وكانت عاصفة قوية ضربت الأجزاء الجنوبية من البلاد مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. حاكم إقليم القاشبركة يلتقي سكان لوغو عن سبب. هطول أمطار مصحوبة بالرياح والثلوج في الإقليم الأوسط وإقليم القاشبركة. الناتو يتعهد بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وبوتين يستنكر تصريحات الحلف. انتهاء مفاوضات إحياء الاتفاق النووي دون إحراز تقدم. تركيا تقترب من الحصول على مقاتلات F-16 حديثة من أمريكا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.